عمركم فكرتم ان الاطفال نفسهم بيكون هدفهم من اللعب هو تنمية مهاراتهم الخاصة وذكاءاتهم المتعددة، وانهم ممكن يكونوا بيحبوا الالعاب اللي فيها تفكير وذكاء، وكمان يبقى فيها مشكلة وهم يدوروا لها على الحل بنفسهم ويحاولوا 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 لحد ما يحلوها. تعالوا نسمع الكلام ده من الأطفال نفسهم وهم بيقولوا إنهم بيحبوا الألعاب اللي بتشغل الدماغ. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ النهارده في حلقه جديده في بودكاست على قد علينا. هنتكلم على الأجازة بالنسبة لنا. انتوا بتستنوا الاجازه ليه؟ عشان العب وارتاح من المذاكره، وانا ببقى عايزها عشان ابتدي افرغ فيها وقتي، بان انا اتعبد في ربنا اكتر. بلعب فيه بس مش كتير، لان انا ببتدي اعرف المنهج ايه، بحضر حاجاتي من قبل المنهج، من قبل ما نبدأ الدراسة قبل الدراسة بأسبوعين 3 كده. اول اجازه يوسف بتعمل ايه؟ يعني اصلا الاجازه اسبوعين 3، انت بتحضر من اسبوعين 3. انا بالنسبة عندي الاجازة شهر. يعني انت قصدك يعني انت عايز تقعد 5 ايام بس بين الوقت ده كله؟ ايوه، انا ببتدي احضر بس في وقت بريح فيه طبعا، يعني اكيد مش اليوم كله عمال بعمل حاجات. كلمنا عن الفتره الاولى من الاجازه، مش الفتره الاخيره بعد اذنك. يعني بنام كتير الصراحة. آه، بنام كتير، وببتدي بعد ما اصحى ابتدي اصلي اشوف اعمل ايه، وببتدي بعد كده ان انا انشط يومي، اشوف هعمل ايه، هروح فين، هقعد في البيت، يعني لو همسك التليفون هلعب ايه. بيبقى في خروجه مثلا، يعني عندك اول يوم في خروجه؟ لا، على فكرة الخروجة بتبقى في نص الاجازة كده بنيجي نخرج. بتستنى الاجازه ليه يا احمد؟ عشان قاعدة على التليفون. انا اول يوم عندي خروجه مثلا بخرج واتبسط، ومثلا في نص الاجازه لما يجي النتيجه ان شاء الله، يعني ربنا 99 يعني ان شاء الله، يعني وبعد كده بستنى الاجازه عشان العب واتبسط واعمل كل حاجه مثلا في الاجازه. بس برضو 5 ايام ببقى احضر بقى اللي جاي. وانا لما بلعب كتير في الشارع عشان ببقى يعني بصرف طاقة من جسمي كتير. الطاقة دي ما كنتش بصرفها في الدراسة، فجسمي مش هيبقى متعود عليها، فلما هاجي العب قليل هيبقى عندي طاقة اللي انا العب زيادة، مش هقدر. فعشان كده بتعب، وما بحبش اللي انا العب قليل ولا العب كتير قوي. تيجي في الاجازة عايز تسهر وعايز اطول، فايه اللي هيحصل؟ مش هتعرف. هو كلامك صح، بس يعني في نصه يعني انا بعمله عادي. مثلا انا لما باجي اسهر اول يوم اسهر الساعه 2، تاني يوم اسهر الساعه 3، تالت يوم اسهر الساعه 4 عادي، واطول. مثلا لو عايزه اطول مثلا في اول يوم هطول، بس مثلا يعني ابقى عايزه انام شويه. فبالنسبه لي الاجازه دي فرصه، يعني بطلع كل طاقتي. مثلا كوره، بحب كوره جدا، بلعب في الشارع وبلعب بالموبايل. انا بلعب شطرنج، انا مدمن شطرنج. فانا لما بتعلم شطرنج ده بتنمي الذكاء. اصلا الشطرنج دي لعبه اللي كان بيلعبها السادات ده كان رئيس جمهورية. فبيقول ازاي بقى كده، مثلا هو جيشه هو ده مصر مثلا اللي هي ده، بيقول بقى هيعمل ازاي، يعمل جيشه اللي ضده مثلا مين، هيعمل ايه. دي يعني بحب استفاد منها، بس الصراحة يعني انا بعملها مش كاستفادة، كان مسلية جدا. عندك برضو يا احمد؟ أنا كمان بحب ألعب الألعاب اللي فيها تفكير، ايه يا احمد؟ البازل والكورة، وكمان الألغاز. قاعدة أفكر في الحل. احمد، انت لما بتلعب كورة مثلا بتفكر فيها بايه؟ بفكر أصد ازاي، وأفكر أشوط ازاي. وانت يا يوسف بتحب تلعب الحاجات اللي فيها تفكير؟ انا بحب العب الشطرنج. انا بحب اللي انا اعمل حاجات بايدي. ممكن اعمل من ازازه مقلمه، ممكن لو حاجه مش متثبته اقدر اثبتها
بان انا الزقها بحاجات. مش لازم يكون لزق، ممكن استخدم شمع، ممكن استخدم امير، ممكن استخدم حاجات تانية كتير ان هي تلزق تحل الموضوع، لان مفيش حاجة ملهاش حل. برضو مثلا لو عندي حاجات مثلا اقدر العب بيها، بقدر العب بيها. مثلا انا في مره عملت جبل من ازايز. في مره كمان عملت اللي هي التعريه، اللي هو صينيه فيها رمل وحطيتها في البلكونه، وقعدت مثلا نص ساعه شفتها تاني لقيت ولا رملايه راحت يعني. فقلت في نفسي كده طب مثلا دي عملت من ايه؟ فافتكرت درس العلوم هو بتاع التعريه بفعل الرياح. برج من كوبايات الورق، ولعبت بيهم بولينج. هو الأجازة تكون حلوة لما فيها لعب وراحة وحاجة مفيدة. الاجازة الحلوة مش اللي نعمل فيها كل حاجة، ولا اللي مش بنعمل فيها حاجة خالص. الاجازة الحلوة اللي تكون فيها مبسوطين ويشغل دماغنا كمان. نشوفكم على جديدة في بودكاست على لنا. متنسوش اللايك والسبسكرايب. كلام الأطفال ده مهم جدا. الأجازة لو كانت كلها فراغ كامل بتعمل ملل، عصبية، كسل ذهني. ولو كانت مذاكرة وضغط كامل بتعمل ايه؟ بتعمل رفض، توتر، فقدان للشغف. طب ايه الحل؟ الحل في التوازن البسيط، ولا جدول عسكري ولا اننا نسيب بالكامل. الطفل في الأجازة محتاج وقت حر يختار فيه، نشاط بسيط يحرك دماغه، احساس بالانجاز. مش مطلوب منك تبقي مدرسة، مطلوب تبقي منظمة مساحة لعب، مساحة اكتشاف، مساحة راحة، وده كفاية جدا. الأجازة فرصة ثمينة جدا يكون هدفنا فيها تنمية مهارات جديدة عند أطفالنا وعندنا كمان. خليهم في الأجازة يكتشفوا حاجات بنفسهم، يجربوا يصنعوا حاجة بإيديهم، وأنشطة كتير تساعدهم ينموا مهارات عندهم، ينموا ذكاءاتهم كمان، ويخليهم يكتشفوا نفسهم أكتر. وده طبعا هيعود عليهم بإيجابيات كتير جدا، أهمها وأول حاجة فيها إن ثقتهم في نفسهم هتزيد. هيشوفوا إن هم يقدروا يصنعوا حاجات ويعملوا حاجات بنفسهم، هيفكروا أكتر، هيبدعوا أكتر. وده طبعا هيساعدهم يتحسنوا على طول ويتطوروا على طول وينضجوا أكتر. يعني الأجازة فرصة حلوة جدا إن احنا نبني شخصية طفلنا بكل جوانبها، لأن أكيد حياته مش عبارة عن دراسة ومذاكرة وتمارين ودروس عشان الامتحانات وبس. بالعكس، الدراسة وكل الحاجات دي أصلا هدفها إن هي تبني في شخصية الطفل بتاعنا علشان يقدر يواجه الحياة لما يكبر، علشان يقدر يعرف إزاي يتصرف، إزاي يفكر صح، إزاي لما تواجه مشكلات يقدر يحلها بأحسن شكل ممكن. يعني هدفنا من كل حاجة بنحاول نخلي الطفل يعملها هو إنه تساهم في بناء جزء من شخصيته. لو بتستفيدوا ولو بمعلومة واحدة مننا اشتركوا في قناتنا، وكمان علشان ما تخلوش المعلومة تقف عندكم والاستفادة تقف عندكم، ابعتوها لكل اللي بتحبوهم علشان هم كمان يقدروا يفهموا أطفالهم أكتر، يقدروا يتفاهموا مع بعض أكتر، ويقدروا يتصرفوا معاهم صح أكتر، ويقدروا كمان ينموا في شخصيات أطفالهم أكتر. وشاركونا بأي موضوعات تحبوا أبطالنا يتكلموا عنها علشان نعرضها لكم على طول إن شاء الله. وما توقفوش الفايدة عندكم، ابعتوها لأي شخص تحبوا يستفيد زيكم. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.